اهلا بيك سياده المستشار. ازي حضرتك؟ ازيك؟ اولا رمي الجتت بدري كده قبل الانتخابات انا برفضه. نادي الزمالك بيديره مجلس محترم برئاسه كمال درويش. تمام. حضرتك عامل برنامج علشان تنير الراي العام ولا علشان تتريق على مخاليق ربنا؟ انت بتكلمني انا؟ بكلمك انت طبعا. انا بكلمك انت يا عمرو. بكلم مين؟ بكلمك انت. طب ايه ده؟ بكلمك انت يا عمرو. انت عارفني جيت تكتب 100 مره. ايوه طيب ايوه طب ثانيه واحده انت ما تكلمنيش كده. وانت شغل التريقه وحرام ممنوع. لا على مسؤوليتي انا يا عمرو. اطلع بس. لا انا بقول لحضرتك مصر كلها. انا ما يخصنيش ممدوح عباس سياده المستشار. يبقى ما تتريقوش. انت عارف العلاقه اللي بيني وبينك. حضرتك ما تكلمنيش بالاسلوب ده. بص يا دكتور عمرو، اتفضل. اذا كان محمد ابو العينين اللي انا برضه محاميه عامل قناه عشان يغلط في الناس ونقعد نتريق عليهم، ده مرفوض. مين اللي بيغلط يا استاذ مرتضى؟ نبتدي نتكلم. اتفضل. اسمعني للاخر. اتفضل. نمره واحد، نادي الزمالك لا يدار الا من داخل مجلس اداره نادي الزمالك. واقسم بالله انا ما دخلت نادي الزمالك بقالي 3 سنين، خلي بالك. ولما بيستشيرني الدكتور كمال في بعض الامور القانونيه، لان انا راجل قانوني. اذا كنت انت يا دكتور عمرو اكيد طبعا في ناديك الناصر كنت بتستشيرني وكنت تحت امرك، واخد بالك. لكن لما يستشيرني الدكتور كمال في بعض الجوانب القانونيه وارفض ان انا اقول له ده صح ولا غلط، يبقى انا راجل. ده دورك. ادي واحد. 2، عندما طلب فلوس لنادي الزمالك احمد مرتضى اول واحد دفعها. نمره 3، احنا مش عايزين نسفه الامور. انت عايز نتكلم بصراحه. دلوقتي حضرتك فجرت كذا قضيه كده ورا بعض ودخلنا الامور كلها جوه في بعض كده. اتفضل. قصه النادي الاهلي ونادي الزمالك وان اتحل مجلس اداره نادي الزمالك وجيهم يحلوا الاهلي. الاخ ببلاوي ساب الاجتماع بتاع مجلس الوزراء وفي تسجيلات وناس بتموت تستشهد كل يوم، وقال انا بشيل الملف من طاهر ابو زيد ووقف القرار وبديه للاستاذ خالد طبعا شخصيه محترمه. ولا يطعم احد في ذمته الماليه لانه من الاصدقاء المحترمين. يا استاذ الفاضل، تصفيه الحسابات ما بتكونش على القنوات الفضائيه. انا فرحان ان طاهر ابو زيد بقى وزير. عارف ليه؟ لانه راجل رياضي زيك، وانت عارف يا دكتور عمرو انه ضد الفساد. كون ان انا النهارده الجهاز المركزي للمحاسبات بعت لي تقرير مثلا يعني وقال لي من فضلك في غرامه ماليه على باوك بتاع باوك المفروض الاستاذ ممدوح بس يدفعها، لكن هو اعتبرها مديونيه على النادي ومش عايز يدفعها. تمام. انا ككمال درويش او مصطفى عبد الخالق او اي اسم، ازاي اوافق وانا جاي لي تقرير بيقول لي ده اهدار مال عام؟ وانت تعلم يا دكتور. تمام. انت تعلم ان الراجل المحترم محمد الملاح خد 7 سنين سجن ومات هربان لوحده وهو راجل ما عملش حاجه. أكيد. علشان سفر ولاد في الطياره درجه فوق الدرجه بتوع كوره، ما خدش ولا مليم من نفسه. فالنهارده لما يكون جاي مجلس معين شهرين 3، الشهرين 3 دول عشان الاخ ممدوح عباس اللي سايب النادي مديون ب 260 مليون وانا سايبه فايت 6 مليون، نحبس المجموعه دي كلها علشان عيون ممدوح عباس؟ لا انا اسف. لا انت اكمل بس شيكابالا. طيب. بالنسبه لشيكابالا، اولا انا بعتبره زي احمد امين انه صاحبهم جدا، وانا امبارح كنت حريص جدا على انه يمشي ويسافر، لان شيكابالا زي انت شايف هنا في مصر خلاص في مشاكل وفي خلافات. فلما سئلت انا كرايي الشخصي وعمرو الجنايني عارف اطلبه واساله، لان عمرو الجنايني لما كلمني قلت له بالعكس انا عايز شيكابالا يسافر، يمكن لما ياخد فرصته في الدوري الاوروبي يبقى متغير ويبقى شيكابالا اللي هو النجم اللي ربنا اداله موهبه مش عند حد. انما يا دكتور عمرو احنا نقعد نقول النادي بيدار من بره ومش بيدار من بره. طب انا بقى انت اديني فرصه ارد. اتفضل يا دكتور انا سامعك. اولا اللي قاله شيكابالا تمام، كان الولد خلاص الموضوع بالنسبه له في انهيار تام، لحد ما احمد مرتضى منصور وضح دلوقتي، هو بيوضح كمان للراي العام ان دي مديونيه على المجلس المعين جايه ملاحظه على الجهاز من الجهاز المركزي للمحاسبات. خلاص انت بتتكلم في مال عام. انا بقول اذا كان هم بره اللي غيروا الاتفاق، الكلام من شيكابالا ان التغيير جه هنا من نادي الزمالك. استاذ احمد ابن حضرتك وضح القصه. حضرتك بقى انت بتقول ان احنا او انت بتكلمني انا بصفي حسابات. انا ما عنديش حسابات مع حد صفيها يا سياده المستشار.
خالص. واذا كنت انا مختلف، لا انا بتكلم بصفه عامه، بس انا يا دكتور عمرو انا بتكلم عن برنامج، انا مش بتكلم عليك، انا متابع البرنامج وسامع، حتى البرنامج وعارف يا دكتور عمرو، ما انا محاميك، خلي بالك، ما في الاخر انا محاميك. طب هل حد ذكر اسم المستشار مرتضى منصور؟ انا عايز بقى لو في شجاعه ادبيه قال مين بيدير نادي الزمالك من بره النادي. لا انا وجهه نظري، انا من وجهه نظري البسيطه حسب اعتقادي انا كنت بتكلم على وزير الرياضه والله، انما انا عمري اذا كنا احنا بنقول احمد مرتضى منصور يعني مرتضى منصور، انا بقول كده. طب ازاي انا؟ وبعدين انا زي حضرتك بالظبط، انا عندي من الشجاعه اللي تخليني اقول المستشار مرتضى منصور خالص، انا اتجاهي مش كده خالص. احنا تفاعلنا مع شيكابالا وكان القصه كلها ان الزمالك تراجع عن الموقف نفسه والولد بيستغيث، واحمد ابن حضرتك وضح القصه، انما ما حدش جاب سيره المستشار مرتضى منصور. يا دكتور عمرو، احمد مرتضى منصور عضو مجلس الاداره قبل ما يكون ابني. طبعا راجل ليه شخصيته، طبعا اكيد مستقله، وعضو مجلس اداره. ولا لا بس انا بقول لحضرتك ما حدش ذكر، اللي قال لحضرتك اللي احنا ذكرنا اسمك اكيد هو ما كانش متابع. لا لو حضرتك يا دكتور عمرو لما اتقال نادي الزمالك بيدار 2 بيدوروا من خارج النادي، انا ذكرت اسم حضرتك. انا عايز اعرف مين، ما انا برضو كراجل بقى، انا بقول انا هقول لحضرتك وداخل انتخابات، انا هقول لحضرتك من وجهة نظري انا ممكن اكون غلطان. اتفضل. انا المجالس المعينه، انا واحد من الناس، انا بقول ان اي مجلس معين ده سبب انهيار اي مؤسسه، مع تحفظي على احترامهم الكامل وبالذات الدكتور كمال درويش. انا من وجهة نظري ان الدكتور كمال درويش بيرجع لوزير الرياضه في كل حاجه، في كل حاجه، فانا دي وجهة نظري، ممكن اكون غلطان بس انا بقول وجهة نظري مع احترامي الكامل للدكتور كمال درويش. انما انا ما ذكرتش حضرتك خالص، ولا ينفع ان انا اجيب سيره حضرتك باي حاجه وحشه، عشان انت عارف حضرتك العلاقه اللي بيني وبينك وعارف احنا بنمثل لبعض ايه، فانا ما جبتش سيره حضرتك خالص دكتور عمرو. ولا كنت اقصدها. دكتور عمرو، انت ضد المجالس المعينه، تمام؟ وانا مش ضدها، ان انا حامل لواء ضد المجالس المعينه، بس انا عايز اسال اللي ضد المجالس المعينه، مش برضه ليك الكلام يا دكتور عمرو، انا بتكلم بصفه عامه، يعني مش باخدش اي كلام عليك انت. طب ماشي، وانا اتفضل. بصفه عامه، لما مرتضى منصور انتخب في شهر 4/2005 واتحل مجلسه بعد 6 اشهر، وجه مجلس معين وممدوح عباس كان امين صندوقه، ثم خدت حكم ورجعت زي الحكم اللي انت خدته بالظبط ورجعت، واخد بالك، ورحت محلول بعديها بشهرين تاني، واللي طبلوا وزمروا الممدوح عباس اللي جايب المجلس المعين. ما دام المجلس المعين ده بقى حلو وجميل كده، ليه بقى لما جه مجلس معين غير ممدوح عباس بمعايز وطلتوا على الخدود زي النسوان؟ الله، هو انت لما انا اتحليت 4 مرات من غير مخالفه ماليه، تاني من غير مخالفه ماليه ولا واحده يا دكتور عمرو، ولا مخالفه، عارف ليه ولا مخالفه؟ لان كل تاشيراتي كانت الاتي: 1 طبقا للائحه والقانون، يجي الموظف بيشتغل بيجيب اللائحه بتاعته والقانون، تمام. 2 هو الاخ ممدوح عباس هو زي الاخ محمد مرسي اشتروا النادي واشتروا مصر. انا عايز اسال، هو مش المده بتاعته خلصت في تمام؟ يعني يا دكتور عمرو، مش انا خدت حكم ان ممدوح عباس زور الانتخابات وعشان جماهير الزمالك المحترم انا عشان استقرار النادي انا اتنازلت خلاص، وكمل ممدوح عباس مدته، تمام. جه خلص يوم 28/5/2013 خلصت. واللي مدله مين بقى؟ اللي مدله نمر اول واحد مدله الاخ العمري فاروق اللي هو بعت له البلطجيه اعتدوا عليه، ثم طاهر ابو زيد اللي مش عاجبهم دلوقتي باللائحه اللي هي مش عاجباهم. يعني اذا هو ما عملش مجلس معين، ما هو ممدوح عباس كان مجلس معين بعد 28/5. احنا عارفين ده الست مش شرط. لكن لما نيجي النهارده بقى نقول اصل طاهر ابو زيد، يعني انا اشك، خلي بالك، انا اشك ان الدكتور كمال، لان انا اشتغلت معاه كان هو رئيس نادي وانا النائب بتاعه، انا اشك ان الدكتور كمال اللي هو كان استاذ في كليه التربيه الرياضيه وعميد كليه التربيه الرياضيه هيرفع سماعه التليفون ويقول لي طاهر ابو زيد انا اعمل كذا او اعمل كذا. لكن هو في مشاكل انا فاهم انت هتقصد ايه، مثلا موضوع البث، تمام، خلي بالك انا ضد موضوع البث. يعني انا ليا راي، التلفزيون مثلا اشترى ب70 مليون، مفيش حاجه اسمها تعمل لي استديو التلفزيون المصري الفقير اللي انا بشوفه، لا بيع بقى لدريم، لصدى البلد، بيع لكل الناس، تمام. لانك انت يا دام بتحارب الاحتكار في الحديد مثلا، ما تجيش انت كدوله تعملي لي ايه احتكار في مباريات الدوري، وانت خسران ايه لما انا اجي ابيع ب 50-60 مليون للقنوات الثانيه CBC ولا القنوات دي. ده رايي، واخد بالك، ومختلف فيه مع الدكتور كمال ومختلف فيه مع السيد طاهر ابو زيد، ده رايي الشخصي. لكن
المنظومه كلها اللي احنا فيها دي كلها دلوقتي، احنا بصراحه مش بنلعب دوري، احنا بالظبط كانه انت في عزا. الدوري او الرياضه من غير جمهور ولا ليها قيمه. بس مين اللي عامل الكلام ده بقى يا دكتور عمرو؟ مين اللي عامل الكلام ده؟ المنظومه كلها غلط. النهارده بتفرج في واحده البرامج لقيت 2 طالعين من اللي خربوا مصر من 25 يناير بيقولوا ايه؟ احنا عايزين 10 وصايا رئيس الجمهوريه الجديد لازم يسمع كلامنا فيها. حضرتك مين؟ وحضرتك فين؟ حضرتك روح كلم الشباب عشان نقول للشباب روح شجع كوره، ما تولعش، ما تضربش، ما تحرقش، ما تفجرش. ده اللي انا عايزه منك. ما تنصحش واحد زي السيسي او غير السيسي نازل انتخابات انه تديله الوصايا وتقول له لو ما عملتهاش. احنا المنظومه كلها غلط يا دكتور عمرو. انا طبعا سعيد ان انا بص يا سياده المستشار، احنا دلوقتي احنا في فرحه، يعني جمهور نادي الزمالك ومصر كلها ربنا يوفقه، ربنا يكرمه ان شاء الله. بالظبط. انا طبعا انا بقول لحضرتك احنا هنا بنكون لكل احترام وتقدير لحضرتك والاحمد ومجلس اداره نادي الزمالك تفاعلنا شويه مع الموقف، انتهى بخير ان الغرض نادي الزمالك حافظ على ماله العام وفي نفس الوقت على قيمه شيكابالا. بتمنى ان حضرتك عندك وجهه نظر مختلفه، يا ريت حضرتك تشرفني في يوم من الايام، نفسي اتحاور معاك امام الناس، يعني شوف وقت حضرتك يسمح كل وجهات النظر الاخرى سواء في الرياضه او في السياسه، هكون شاكر جدا وهكلم حضرتك وننسق مع بعض. بص يا دكتور عمرو، بس انت قبل ما تقفل يعني شوف، انا عايز اقول انت تجربتك في نادي النصر زي تجربه المهندس فرج عامر في نادي سموحه، زي تجربه نادي الصيد، واخد بالك؟ يعني هذه التجارب الناجحه. انا برضو يعني قصه 8 سنين دي، ما انا ممكن اقعد اقعد بمجلس الشعب 100 سنه، ما هو كده. لكن احنا اللي احنا شايفينه انك انت لما بتقول ال8 سنين، انا برضو مختلف في ال8 سنين وضد ال8 سنين، وممدوح عباس لو الناس عايزينه 100 سنه يقعد، ده رايي، واخد بالك؟ ولو انا على فكره كنت بدعو ان انا اعمل القانون وما رحتش لانه لقيتها خناقه بين اللجنه الاولمبيه ووزاره الرياضه. لكن اللي انا عايز اقوله في النهايه، لما يكون عندنا رياضي منور زي طاهر ابو زيد، اللي انا اقسم بالله انا ما شفته من سنين، شفت شخصيا يعني، واخد بالك؟ بكل الناس، في ناس راحت له باركت له، ناس تملقت وناس طبلت، انا ما رحتلوش. لكن لما نلاقي راضي كده منور، واخد بالك، واختلفنا معاه، ما نتريقش عليه يا دكتور عمرو، بالعكس نقول له احنا مختلفين. زي ما انا قلت دلوقتي، المختلف معاك في موضوع البث، مختلف معاك في 8 سنين، لكن ده ما يمنعش ان طاهر ابو زيد راجل نظيف ومحترم، واحنا فرحانين بيه زملكاويه قبل الاهلاويه، لانك انت عارف طاهر ابو زيد من ايام ما كان لاعب معتز بنفسه وهو وزير معتز بنفسه. اختلف مع حسن حمدي، ما نبقاش بقى المجموعه بتاعت حسن حمدي يجيب الفوز، زي انا برضو اختلف مع حسن حمدي، ما اجيبش الناس اللي هم ضد حسن حمدي يقعدوا يضربوا فيه. وانت لو تفتكر يا دكتور عمرو، لما حسن حمدي طلع بكفاله 2 مليون جنيه، انا كنت في نفس اليوم في برنامج، في نفس اليوم، وجاي يكلمني قلت لهم لا، حسن حمدي اللي محجوز دلوقتي وهيدفع الكفاله ما اقدرش اتكلم عنه، اللي ما يطلع قوي جدا. فلو احنا عملنا المبدا ده على كل الناس، وبقول لك تاني يا دكتور عمرو، احنا داخلين انتخابات، يا ريت الاعلام بقى يستفيد من تجربه 2009 بتاعت نادي الزمالك، وما يتحيزش لاي حد لاي سبب، سواء بقى محبه او فلوس او هدايا او حضرتك نازل انتخابات نادي الزمالك ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله، بامر الله بقائمه محترمه. واهلا وسهلا بالاستاذ ممدوح عباس عايز ينزل، الاستاذ رؤوف جاسر عايز ينزل، دكتور محمد عامر، لانه يا جماعه ده عمل تطوعي، اللي ينزل اهلا وسهلا ويشيل الهم زي بالظبط اللي هينزل رئاسه مصر يا دكتور عمرو، يشيل هم وغم اللي احنا شايفينه. الامن زي ما انت شايف اهو بيقاوم، ومفيش سياحه، مفيش استثمار، مفيش مصانع. انا بشكرك جدا. انا اللي بشكرك، شكرا. لا ابدا بشكرك يا سياده المستشار، وبشكر احمد مرتضى منصور.